السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في الفيديو ده إن شاء الله هنعرف يعني إيه بلوك أوف كود، أو إزاي إن أنا يكون عندي أكتر من بلوك أوف كود وكل منهم كود منفصل مش هيكون التاني. في الفيديوهات اللي فاتت عرفنا إن إحنا بنكتب البرنامج كده لاين باي لاين عادي، والبرنامج يبقى شايف المتغيرات بتاعته زي كده. لو قلت له انت اكس 10 system دوت اوت دوت println ايه الاكس، فهيطبع لي الاكس. طيب لو انا جيت اعرف متغير تاني اسمه اكس، هل هينفع انت اكس ايكوال 20؟ ما ينفعش. ليه؟ لان انت اوريدي عرفت متغير اسمه اكس، فانت ما ينفعش تيجي تعرف متغير تاني بنفس الاسم. يعني مثلا لو جينا نطبع سيستم دوت بلانت اكس، هو هيروح يطبع دي ولا دي؟ فمش منطقية خالص إن احنا نسمي متغيرين اتنين بنفس الاسم. طيب دي كبداية خلينا نفهم بقى يعني ايه بلوك اوف كود. البلوك اوف كود هو مصطلح بيتم على أي كود داخل اتنين كيرلي براك زي كده. شايف ده اسمه، والقفلة بتاعته ده، والقفلة بتاعته الاتنين اسمهم ايه؟ كيرلي براك. وده والقفلة بتاعته. يعني لو دوست على شيفت وحرف الجيم وبعدين شيفت حرف الدال، هيفتح لك ايه؟ قوسين زي كده، دول اسمهم كيرلي براكت. دوست انتر كده، انت كده فتحت بلوك اوف كود. البلوك اوف كود ده بيكون له حاجه اسمها سكوب معين او نطاق معين. النطاق المعين ده بيبقى اي حاجه بتعرفها او بتكتبها جوه، انت بره النطاق ده مش شايفها. يعني لو احنا نزلنا تحت عملنا اتنين بلوك اوف كود تاني، فإذا النطاق ده مش شايف أي حاجة جوه النطاق ده. أو بالمصطلح بقى الصح، ده سكوب، ده سكوب تاني لوحده. ده مش شايف أي حاجة هنا، ولا ده شايف أي حاجة هنا. وده بالظبط زي القوسين دول كده والقوسين دول كده. لكن لو أنت فتحت بلوك أوف كود كبير وحطيت جواه اتنين بلوك أوف كود، إذا أي حاجة في البلوك الكبير البلوك الصغير شايفها. لكن ده مش شايف اللي جوه اللي هنا، لكن شايف اللي بره بتاع البيرنت الكبير بتاعه. طيب تعال نفهم اكتر. لو عملنا هنا انت اكس ايكوال 10، انا ده في البلوك الكبير اهو. تحت نقول له سيستم اوت دوت بنتلين اكس، شايف؟ هنطبعها هنا كده، شايفها برضه. وهنا شايفها، يعني جوه البيرنت الكبير، وجوه السكوب اللي جوه، والسكوب التاني اللي جوه. ليه؟ لانها مفتوحة جواها. يعني انا بيرمت كبير، بوكس كبير، يعني صندوق كبير حاطط فيه حاجه، وجواه اتنين صندوقين صغيرين. الصندوقين الصغيرين شايفين اللي جوه الحاجه اللي محطوطين فيها، لكن كل صندوق مش شايف اللي في التاني، وهكذا ده بالظبط. يعني انا لو جيت واخد السيستم دي بره البلوك اوف كود الكبير ده، هيشوفها؟ لا مش هيشوفها اهي. هيقول لي ايه؟ انا مش شايف الاكس. ليه؟ لانها مش جوه السكوب ده، لا هي جوه سكوب تاني جوه. لكن لو انت طلعتها بره السكوب ده، يعني لو طلعتها بره السكوب ده خليتها جوه السكوب بتاع المين فانكشن، هتلاقيه شايفها في كل مكان. طب لو جينا شلناها من هنا وحطيناها في السكوب ده بس، السكوب ده بس اللي هيشوفها فقط، الباقي ايه؟ الباقي مش هيشوفها. يعني انا لو في بيرنت او في سكوب كبير، اي تشايلد او اي حاجه هتتفتح جوايا هيشوف الحاجه اللي فيا. تمام. لكن انا بقى البوكس الكبير لو جواه اكتر من بوكس صغير، فكل واحد فيهم مش شايف اي حاجه فين في التاني. تعال بقى نخليه ده جوه السكوب الكبير كده، ونبدأ نرن البرنامج. هل في اختلاف؟ لا مفيش اي اختلاف. انت بس كل اللي انت عملته ان انت ايه؟ قسمت البرنامج بتاعك لبلوكس. وطبعا احنا مش بنستخدمها الا تبع حاجات معينه زي الفانكشن زي كده، كلاسز، اف كونديشن لوب والحاجات زي كده اللي ان شاء الله هناخدها بعدين. بس انا برضو حابك ايه تعرف الحاجه دي دلوقتي. طيب تعالى ناخد مثال ده على البلوك اوف كود ده. احنا قلنا ان ما ينفعش اتنين متغير في نفس البلوك اوف كود ايه؟ يتسموا بنفس الاسم. طيب خلينا نعمل 3 بلوك اوف كود، 3 سكوب. كل سكوب منهم هنحسب ايه؟ مساحه شكل معين. خلينا اول حاجه نحسب مساحه المستطيل في البلوك او السكوب الاول ده. وطبعا مساحه المستطيل السوي الطول في العرض. هنقول ان length equal 10، والwidth equal 20، وهنقول له system
دوت اوت دوت برنتلين. هنقول له هنا rectangle area بتساوي، وبعدين طبعا نعمل الكونكاتينيت اللي احنا بنعمله عشان نكتب هنا متغير او نكتب عملية ايه حسابية. ممكن نعمل هنا على طول نضرب ده، او ممكن نعمل هنا متغير تالت اسمه area وهي المساحة، ده بيساوي الطول في العرض. وبعدين نطبع احنا هنا ايه الاريا. هنعمل بلوك اوف كود تاني. خد بالك ان انا مسمي هنا لينس ومسمي هنا اريا ومسمي هنا ويدز. هنحسب هنا مساحة المستطيل وهي نص القاعدة في الارتفاع. انت is قاعدة هيساوي 4 مثلا. int height equal 6. وخد بالك بقى ان هنا الاريا مش هينفع نعملها ان لهدف ان احنا هنضرب نص النص ده ايه عدد 10. انا كده هتعامل مع عدد 10. فلو كتبت له انتجر فهو هيطبع لي القيمة الصحيحة بس، وانا مش عايز كده. هقول له هنا دبل اريا ايكوال نص في قاعدة في الارتفاع. هنقول له system dot out dot println triangle area equal. هنعمل concatenate وزائد وهنكتب نطبع بعدها ايه الاريا. وخد بالك ان دي شايف الاريا دي بس، وهنا دي شايف الاريا دي فقط. تمام. اخر بلوك اوف كود معانا هنحسب في ايه مساحة الدائرة. عندنا اول حاجة نص القطر الراديوس. هنقول مثلا بيساوي 7. طبعا هو نص القطر ممكن هنا 7 أو رقم 10، فخلينا نعتبره دبل عادي جدا. وطبعا هنا هنقول دبل الاريا لهدف إن احنا عندنا مساحة الدايرة باي نق تربيع اللي هي باي في نصف القطر في نفسه. خلينا نقول إن الباي تساوي 3 و14 في نق تربيع دي اللي هي نصف القطر في نفسه. فخلينا نقول نق راديوس في بيدوت. في ثوابت عندنا طبعا في الرياضة في الجافا نفسها وفيها القيمة بالظبط للواي، بس طبعا لسه ما خدناش البيلت ان فانكشن للأعداد. بعد كده تعرف إن أنت ممكن تستخدم أصلا الحاجات دي وتعمل الراديوس أس 2 والكلام ده كله إن شاء الله هناخده بعد كده يعني الدروس الجاية إن شاء الله. بس خلينا نكتب في الطريقة البدائية اللي احنا اتعلمنا لحد دلوقتي. sum dot out dot println. نقول له هنا circle area equal وعلامة الزائد وهنقول له اطبع لي الاريا. طبعا احنا عندنا هنا 3 في بلوك اوف كود وكل واحد منهم مش شايف اي حاجة في التاني. والدليل ان انا عندي هنا متغير اسمه اريا وهنا اريا وهنا اريا، والتلاتة مش شايفين بعض خالص ولا البرنامج عطالي ايرور، والدنيا تمام حتى الآن. تعالى نطبع ونشوف الناتج. أول حاجة قال لي ريكتانجل اريا مساحة المستطيل اللي هي الطول في العرض 10 في 20 دي 200. بعد كده مساحة المثلث وهي نصف القاعدة في الارتفاع اللي هي ايه نص في 4 في 6 اللي هي 2 في 6 قيام بقناة. بعد كده مساحة الدايرة اللي هي باي نقل تربيع ضربنا باي ونقل تربيع اللي هي نصف القطر نفسه، وباي اللي هي 3 و14 في نصف القطر في برضه في نصف القطر. كده يبقى احنا عرفنا في الدرس ده يعني ايه بلوك كود، وعرفنا ان انا كل بلوك اوف كود مش بيبقى شايف اي بلوك اوف كود تاني خارجي. لكن لو انت في البلوك اوف كود البيرنت او اللي شايلهم عرفت متغير اسمه هنسميه بيرنت. البيرنت ده متشاف في التلاتة دول. يعني نمسح المثال اللي احنا عطيناه ده. البيرنت ده فين؟ في البلوك اوف كود الكبير ده. فانا هنا قلت له system dot out dot println بيرنت انا شايف، وهنا برضو شايف، وهنا شايف، وفي البرنامج نفسه بتاع المين برضو انا شايف ان هو متعرف في البيرنت الكبير البوكس الكبير بتاعي، فكل اللي جوه شايف. لكن انت معرفه هنا كده فده بس اللي شايفه ليه لان هو داخل البلوك ده. وان شاء الله برضو الحاجات دي هناخدها تاني في الدروس التانية كتير، لان احنا هنستخدم البلوك اوف كود ده كتير في الكونديشن والفانكشن واللوب وحاجات تانية كتير. بس ده كده درس ايه يعني تمهيد ان شاء الله للحاجات اللي جاية. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.